ما هي طبقات داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية وروافدها المختلفة؟ لتنظيم الدولة تركيبة معقدة يستطيع الداخل إلى الميدان أن يبصرها ويراها، وأنا من هؤلاء. فيحتوي تنظيم الدولة على طبقات متعددة، أخطرها هي مجموعة من الضباط الأمنيين في الجيش العراقي السابق. في الجيش العراقي استغلوا حالة يعني الفراغ والجهل عند عناصر تنظيم الدولة، ودخلوا في تركيبة تنظيم الدولة. وكان تتكلم كأن مجموعات، يعني الكلام ده بحاجة إلى توثيق إلى حد ما. عندما كنت في زيارة إلى محافظة اللاذقية سمعت أهالي محافظة اللاذقية في بداية العام 2013 أو قبله بقليل، في نهاية العام 2012 زرت اللاذقية ورأيت كثير من الثوار يتحدثون عن ضابط يسمى أبو أيمن العراقي. هذا ضابط في جيش صدام حسين كان جاء إلى محافظة اللاذقية، وهو أهم شخصية في تنظيم الدولة في سوريا إلى الآن، على مستوى سوريا إلى الآن، أبو أيمن العراقي. أبو أيمن العراقي.